السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ في اخر الحلقه اللي فاتت قلت هتكلم المره الجايه عن حاجه اسمها رياضيات الحب. يعني ايه رياضيات الحب؟ هو ممكن نستخدم الرياضيات في الحب؟ هو اصلا المصطلح ده مش اختراعي، انا قريت مره او مش مره واحده، اكتر من مره مقالات ان يعمل لك معادلات كده. المعادلات دي تطبقها على اي علاقه انت داخلها. لو لقيت المعادلات دي ماشيه في اتجاه معين، اتجاه موجب مثلا، كمل. لقيت المعادلات دي ماشيه في اتجاه سالب، لف وامشي، ما تكملش. احنا هدفنا هنا في الدرس بتاع رياضيات الحب نعمل لك نوع من الوقايه. انت بدل ما تدخل تاخد الصدمه، انت من الاول ما تاخدهاش. في فيلم اسمه العملاق بتاع عادل ادهم، كان عادل ادهم في المشهد دي في السجن مع صلاح السعداني بيقول ايه؟ بيقول انا لما بحب بعقلي. وحب بالعقل يعني مفيش صدمات، مفيش خيانه، مفيش وجع. فهي الفكره كلها ان احنا نعملها كمعادلات، 6 معادلات. المعادلات دي بنناقشها، ناقش كل معادلة، وانت شوف ظروفك مع انهي معادلة فيهم. لو لقيت الظروف ماشية كويس كمل، ما لقيتش ظروفك ماشية كويس لف وامشي. والوقاية خير من العلاج. الانفصال العاطفي والرفض العاطفي ده لسه ليه حلقات، لكن دلوقتي بقى نبتدي بأول معادلة. حب زائد فقر يقول إلى الصفر. يعني إيه؟ إن دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ومثل هولندي تقريبا وفرنسي بيقول إيه؟ يبقى الحب ما بقى المال. اي علاقه انت بتدخلها، انت الجانب وعايز تكمل تتجوز، لكن الجانب المادي بتاعك مش كويس، على قد ما تقدر حاول تنسحب. الانسان الواقعي هو اللي بيكسب. الانسان اللي بيعيش في الاحلام بيخسر. انت ممكن تستحمل ظروفك الماديه متعثره، لكن اللي قدامك هل هيستحمل؟ هل اهل اللي قدامك او اصدقائه هيغيروا قلب ناحيتك ولا لا؟ وده المعادله الثانيه. الحب زائد التاثير السلبي الاهل والاصدقاء يقول الى الصفر. مركزية القرار، هل اللي بتتعامل معاها او اللي انت بتتعاملي معاه قراره من دماغه، ولا قراره بيرجع له دايما فيه بيمشي كلام اهله او بيمشي كلام اصحابه، او بتمشي كلام اهلها وبتمشي كلام صاحباتها؟ نقطة مهمة جدا. انت لازم تتعامل مع اي حد لازم تحط النقطة دي في دماغك. هو بكل بساطة كده بيبص ازاي، بيفكر ازاي. لو انت لقيت ان اللي قدامك ده، يعني اساله بيعمل ايه في حياته، دخل يعني مثلا انت قابلت واحده بتحبها، سالتها اللبس الجميل ده انت اللي منقاه بنفسك ولا حد جايبهولك او صاحبتك او كذا او كذا. لو انت لقيتها بتقول ان اهلي او صاحبتي، او تقول مثلا دخلت كليه معينه عشان والدها او والدتها او صاحبتها او كذا او كذا او كذا، يعني مش بتاخد قرار من دماغها او هو ما بياخدش قرار من دماغه، اعرف ان انت لو ما عجبتش اللي هي بترجع له انت كده واقع. لان في الاخر هي بتسمع له اكتر ما بتسمع لك. يبقى لازم على قد ما تقدر تعرف اللي قدامك دماغه بيمشي بدماغه ولا بيمشي بدماغ غيره. ولو بيمشي بدماغ غيره بقى يبقى انت حاول تتقرب لغيره وتحاول تعمل معاه علاقات كويسه، عشان علاقتك بفلانه او فلان وعلاقتك بفلان تبقى حلوه. يعني افرض مثلا واحده امها دايما ممشياها، يبقى انت لازم تكون ذكي ودبلوماسي شويه مع امها، تجيب لها هديه في عيد الام، كل ما تشوفها تقول لها كلمه حلوه تحسس ان هي كل في الكل، ساعتها ترضى عنك وترضي بنتها عنك. دي النقطه رقم 2. يبقى لازم اول حاجه اركز على العامل المادي، تاني حاجه عامل الاهل والاصدقاء. اللي قدامي ده بيفكر بدماغه ولا بدماغ اصحابه ودماغ اهله؟ دي النقطه التانيه. النقطه التالته، حب زائد اخذ بدون عطاء يقول الى الصفر. انت لو حبيت انسان، الانسان ده انت بتقول له بحبك،
انت بتقول له اتاخرت ليه، بتظهر له اهتمام. طب افرض انت اتعرضت لظروف مثلا واللي قدامك ده ما اظهرش بيك الاهتمام، اللي قدامك دايما ايه، ياخد منك ما يديش. من صفات الشخصيات، الشخص النرجسي، الشخص السيكوباتي، الشخصيات بيقول لك حاجه اسمها تمركز حول الذات، يعني ما بيشوفش غير نفسه. لو غلط في حقك وانت قلت له غلطان في حقك، يطلعك انت اللي غلطان، ويقعد يقول لك لا انت اللي اتكلمت الاول، انت كذا انت كذا، ما يعترفش بخطأه ابدا. بيبقى في حته ان هو ايه، شايف نفسه احسن من الناس كده يعني. بس بيقول لك لو انت عايز تكتشف حد، شوفه بيتعامل ازاي مع اللي اقل منه. يعني انتوا مثلا رحتوا كازينو، انت شفتها بتتعامل بتكبر مع الناس، الراجل الجرسون جاي يقدم لكم الحاجه، او شفتها او شفتيه بيتعامل بتكبر. واحد دايما بيحب ايه، الشخص السيكوباتي او النرجسي متمركز حوالين ذاته، ما بيشوفش غير نفسه، بيميل لتضخيم نفسه على حساب الاخرين، بيميل لقلل منهم. لا، لاحظ الحديث بتاعه، لاحظ ان بيتكلم ازاي. عادة الشخص ده بياخد ما بيديش. يعني قلت له كلمة حلوة، قلت لها كلمة حلوة، يقول لك يعني بيتعامل كأنه ده الطبيعي حقه. يعني مثلا اللبس اللي انت لابساه شيك جدا، او اللبس اللي انت لابسه شيك قوي، اقول لك ده طبيعي، انا طول عمري شيك. حط في دماغك ان ايه، ان الشخصيه دي ما بتحبش يعني جمالتك، ما بيردش المجامله، ما بيحبش يطلع نفسه غلطان لو حصل بينكم مشكله، بيتعامل بتكبر مع الاقل منه. حط في دماغك ده عاده بتكون شخصيه سيكوباتيه بتميل لاذاء الاخرين، او شخصيه نرجسيه ما بتحبش غير نفسها. انت بتدخل في علاقه مع شخصيات اللي هي المظلمه دي، الشخصيات السيكوباتيه او الشخصيات النرجسيه، اللي بيحصل بكل بساطه كده العلاقه بايه، انت بتستنزف نفسيا، بتقعد زعلان ومتضايق طول الوقت، حاطط في دماغك او حاطه في دماغك ان لازم ارضيه، لازم اخليه يحبني ما يزعلش مني، وانت بتقعد تأذي نفسك. ولو اتجوزته لا قدر الله، اللي بيحصل بعد كده ان انت بكون كانك فتحت على نفسك باب جهنم. فخلي بالك جدا من النقطه دي. الشخص النرجسي عادة بيميل لتضخيم ذاته، بيعامل الناس اللي أقل منه بتكبر فظيع. ممكن يكون بيتعامل معاك كويس النهارده، لكن خلاص لما يوصل للمفتاح بتاعك ويضمن ان انت خلاص بقيت في الدايره بتاعته، مش عامل، مش بتدمنه بمعنى اصح، يعاملك زيهم. دي نقطه. بياخد ما يديش. لو انت قطرت يعني قلت له لبسك حلو، يقول لك ده، يقول لك انا طول عمري شيك، ما يقولكيش ده بس من ذوقك. اي غلط في حقك او اي غلط في حقها، وهو اصلا ابتدى الغلط، يطلعك انت غلطان ويذم فيك ويقول لك كذا وكذا، ما يعترفش بخطأه ابدا، عنده حاجه عزه بالاسم رهيبه. يبقى دي ثلاث طرق تعرف بيها الشخصيه اللي قدامك: نرجسي، وسيكوباتي او سيكوباتي يعني شخص متمركز حوالين نفسه ما بيشوفش غير نفسه ولا لا. دي المعادله الثالثه. المعادله اللي بعدها برضو متعلقه بالاضطرابات النفسيه: حب زائد الميل الى الاستعراض يقول الى الصفر. يعني ايه الميل للاستعراض؟ يعني واحد بيكون دايما بيتباهى باللي عنده. على فكره ميل الاستعراض ده احد يعني المعايير بنشخص بيها اضطراب الشخصيه الهستيريه، وده عاده بيكون منتشر في الاناث اكتر من الذكور، بس برضه الذكور برضه يكون عامل فيه هستيريين برضه يعني. ده يعني معلومات شويه كده في الطب النفسي نحب نقولها. بكل بساطه ان الشخص الهستيري او الشخصيه الهستيريه سواء ذكر او انثى، بيميل لتفخيم نفسه دايما، بيميل يسترعب. بيقول مثلا ايه، اللي كان بيشوف مسلسل ونيس كان يقول دايما، يقول لي عندي 3 ثروت. ده نوع من الاستعراض. البنت اللي بتقعد كل شويه تلبس احسن لبس على الاطلاق وتحط ميك اب وتروح لكوافير كل شويه وتحط صور ليها في كل حته، كل شويه ابديت بروفيل بيكتشر، ابديت كفر فوتو، الكلام ده. واللي همها دايما لايكات ولفات، او هو الذكر برضه يحط كل شويه صوره ليه وهمه لايكات ولفات، وانه يستعرض نفسه مع العربيه بتاعته، او يحط يصور نفسه سيلفي وحاطط الموبايل ايه التفاحه الايفون. الشخصيات دي عاده شخصيات استعراضيه. الشخصيه الاستعراضيه زي شخص سيكوباتي، بس هي بقى الفكره ان هي بتتطلب منك اهتمام طول الوقت. لو انت شفتها، لو شافتك انت اتكلمت معاها
وتتكلم معاهم مره واثنين وثلاثه، وبعدين تتكلم عن مشروعاتكم ما التفتش مثلا لتسريحه شعرها او الفستان بتاعها او العكس، اللي هو يعني ما التفتيش للبدله اللي هو لابسها، النضاره اللي لابسها، وتهتم بالمشاريع ومش مهتم بالتغيير اللي بيعمله كل شويه. يقعد بقى يتضايق ويزعل ويزن ويتخلق. برضو الشخصية الهستيرية بتستنزفك نفسيا زي الشخصية السيكوباتية والنرجسية. الشخص الهستيري بيميل دايما استعراض، مش لازم استعراض هدوم، بيميل دايما استعراض ذكائه. بيقول انا مثلا واحد جامد ما بخسرش صفقة ابدا، اللي هو شغال في التجارة. لو هو واحد بيلعب رياضة وبيستعرض نفسه دايما، بيقول انا اي ماتش كورة بدخله بكسب فيه على طول، انا بشيل اوزان كبيرة، ويقعد يصور نفسه البنجات كده طالعة منه. وكذلك البنت، يعني الذكر والانثى اللي بيميل لاستعراض امكانياته او قدراته او لبسه او اللي بتستعرض الميك اب بتاعها، شخصيه بتستنزفك نفسيا. ابعد عنها، لان الشخص الهستيري ده عاده برضه بيكون بارد في عواطفه. بيكون النهارده ما بيظهر لك الحب، لكن في يوم تاني ممكن يتقلب معاك، يعني ما يظهرش نفس الحب اللي كان بيظهر معاك في الاول، تحس ببرود كده. برضه هيبقى في ضرر عليك في دخول علاقه مع شخصيه هستيريه. فانت لاحظ، اهم حاجه لاحظ. فتره الخطوبه معمول مخصوص فتره التعارف علشان تلاحظ. انا دلوقتي بقول لك ازاي تعرف الشخصيه النرجسيه، ازاي تعرف الشخصيه الهستيريه. دي نقطه تانية. النقطه اللي بعد كده، المعادله اللي بعد كده، حب زائد تكافؤ بسيط ناقص مرونه يقول للصفر. كان في قصه من قصص رفعت اسماعيل، بيقول كان واحده قريبته شابه صغيره عنه بكتير، فهمته ان هي بتحبه، كتبت له جواب بحبك وكذا وكذا وكذا. راح هو بقى راح ردد عليها بجواب، قال لها انا بشوف اي علاقه ما فيهاش تكافؤ، بقول العلاقه دي بتنتهي بالفشل. انت شابه صغيره وانا راجل كبير عجوز. قصه ليس توتال الرقم المشؤوم. فانت بكل بساطه كده، اما تدخل في علاقه مع اي حد او انت تدخل في علاقه مع اي حد، لازم يكون في تقارب في الافكار، تقارب في المستوى الاجتماعي، تقارب في المستوى المادي. انا مش بقول ان يعني مش معنى كده واحد ما يتجوزش واحده غنيه او واحد غني يتجوز واحده فقيره غلط، لا. انا بقول في عنصر مهم جدا اسمه المرونه، ان اللي قدامك بتكون بيتقبل ارائك حتى لو مختلف معاك. يعني انت مثلا انت وواحده بتحبوا بعض، لكن بتختلفوا مثلا في اي راي. يعني مثلا تختلفوا في كاس العالم اللي فات، هي كانت بتشجع الارجنتين هي بتشجع الارجنتين وانت بتشجع فرنسا. لو ما فيش مرونه وفي الاخر تفصلوا مشاعركم عن الموضوع اللي فيه الخلاف، وتلاقي ان هي كل شويه تقول لك تقول لك الفرنسا دي ما كانتش تستحق تكسب والمفروض الارجنتين تكسب، وانت تقول لها فرنسا المفروض كانت تكسب. ده مثال بسيط واي كلام كده يعني، جالي عفو خاطر. كذلك يعني الفكره كلها لازم يكون في مرونه، انا بتقبل راي الاخر حتى لو بختلف معاه. طب لو ما لقيتش حته التقبل دي، تكافؤ الافكار، تكافؤ في في المستوى المادي، تكافؤ ان بتقبل اللي قدامي يكون يعني في حلقه في ونيس كانت حلقه جميله جدا، اللي هي بقت مديره في البنك، وهو لسه نائب مدير شؤون قانونيه. ده فوق برضه حته تكافؤ في ان هي شاف ان هي احسن منه، كان قاعد مشحون منها وزعلان ومتضايق. ازاي؟ كانت حلقه بتاعت الغيره. فالمهم في الاخر لما شاف بنته بوظت الباسبور بتاع اللي هو جهاد، بوظت باسبور عز الدين، راح اتنرفز وزعلها وفاق لنفسه، شاف ان هو بيعمل نفس اللي بنته بتعمله، وحس ان التكافؤ دمر علاقته. ففي الاخر تقبل ان مراته تكون احسن منه. هي دي النقطه، ان الانسان ممكن يكون احسن مني، يكون اغنى مني، يكون بيلبس احسن مني، لكن في الاخر هو متقبل ان انا بيكون لبسي على قد كده، قميص وبنطلون، ويكون متقبل الموبايل بتاعي يعني اي كلام، ما يكونش ايفون. يعني بيقول يعني يكون ماسك هو ايفون وهي ماسكه موبايل صغير او العكس، ومحدش فيهم يقول للتاني يقول له التاني انت لازم كذا او كذا. يعني انت تلاحظ، انا هقول لك مثال.
واحد وواحده بيحبوا بعض، لكن الواحده دي شايفه ان شكل اللي قدامها مثلا ما فيهوش تقابل، تقول له انت شنبك مش عاجبني، تسريحه شعرك، لبسك، طريقه كلامك، طريقه تعاملك. اعرف ان مفيش تقبل، وطالما مفيش تقبل حتى لو بتظهر لك الحب وانت بتظهر لها الحب، العلاقه دي ممكن تقول للفشل، تفشل، تبقى ايه، تبقى صفر. يبقى حط في دماغك الحته دي جامد. هل اللي قدامي بيتقبل اختلافي عنه، ولا كل ما يشوفني تقول لي ايه، احلق شنبك، شكله مش عاجبني، تقول جيب موبايل احسن من الموبايل اللي انت جايبه ده، البس كويس، رغم ان بتقول لك انا بحبك مش قادر اعيش من غيرك. اعرف العلاقه دي ممكن تبوظ، ولف واجري. دي نقطه تانية. المعادله اللي بعديها، حب زائد ضغوط نفسيه يقول للصفر. انت ما تحب واحده، واحده تحبك، لكن احد اطراف، انتوا او هي او انتوا الاثنين عايشين في ضغط نفسي، سواء من الاهل او الاصدقاء او من اي حاجه، او اي حد بيمر بظروف نفسيه صعبه. والظروف دي بتبقى مستمره كتير، يعني مش ظروف معينه، موقف. دي بتحصل امتى بقى؟ زي ما بيقول لك كده، الحب بيموت بعد الجواز. واحد وواحده متجوزين وهم مستواهم المادي بسيط، وبيحبوا بعض ومتقاربين في الافكار، وكل واحد متقبل اختلاف التاني، وكل واحد بيدي وياخد، ومفيش حد بيستعري على التاني. لكن في نفس الوقت ان هو ايه، اتجوزوا كل شويه تحمل وتولد، وهو على قد حاله، بيضغط عليه نفسيا، يضطر يشتغل تاني، يبقى متضايق، زعلان، قرفان. الحب، مشاعر الحب اللي كان بيحسها ناحيتها تبتدي تروح، ويبقى بمشاعر الضيق والزعل. فلازم تحط في دماغك ان انا لازم اكون بتمتع بحاجه اسمها استراتيجيه التعامل مع الضغوط النفسيه. يعني ايه؟ يعني دايما لو انا بمر باي ضغط، لازم اوقف الضغط ده، اخد اجازه من الضغط. ازاي؟ انك تفضفض، ده نوع من تفريغ الضغوط. انك تمارس اليوجا، دي اتكلمت عنها قبل كده، اتكلمت في حلقه فاتت برضو عن اليوجا. ده برضو ان انت تمارس اليوجا وتهدى نفسيا، ايه، بتقدر تتعامل مع الضغط كويس، فبالتالي مشاعر الحب ما تروحش. انك تمارس الرياضه، تجري، يعني مثلا تنط الحبل 10 دقايق او تجري 10 دقايق، ده برضو نوع من تفريغ الضغوط. يبقى الفضفضه، ممارسه الرياضه، ممارسه اليوجا، من اهم الوسائل اللي بتخلي الانسان يفرغ الضغط اللي جواه. فايه، بالتالي الحب بيزيد. طب لو الحب، لو انا الضغوط دايما بتزيد ومفيش ايه، يعني ايه، مفيش اي طرق لوقف بيها الضغط ده، ايه اللي بيحصل؟ الحب بيقل. يبقى دول 6 معادلات اتكلمنا عنهم في رياضيات الحب. ال6 معادلات دول يبقى مهم جدا منك اللي انت تحطهم في دماغك وتيجي تدخل اي علاقه. عايزها تبقى صفر ولا عايزها تبقى واحد؟ هي دي النقطه. هو ده اللي راجع لك مش راجع لي. انا اهم حاجه عندي ان انا اوعيك تعرف تعمل ايه. ضغوط اتكلمت عنها. لما حاجات تانية بصراحه، لولا انت مش هتغير الشخص اللي قدامك، حطها كده في دماغك. احنا كمعالجين نفسيين ساعات كتير ما بنقابل حاله نفسيه ما بنقدرش نغير الشخص بالكامل، احنا بس ممكن نحسن حاجه اسمها، بنحسن اعراض. لان هو بيقول لك اضطراب الشخصيه، اي اضطراب شخصيه، سواء اضطراب شخصيه نرجسيه، اضطراب شخصيه سيكوباتيه، اضطراب شخصيه هستيريه، كل الاضطرابات دي اللي وصلت 18 سنه عاده خلاص بيبقى فرصه علاجه بتبقى قليله. دي درستها في الجامعه، وده حقيقي للاسف، من شاب على شيء شاب عليه. المهم بقى، الحلقه الجايه ان شاء الله هتكلم عن علامات الحب، وايه الفرق بين الحب والاعجاب، وانك ازاي تقي نفسك من انك تدخل في حاجه اسمها الفريند زون. ده بقى موضوعنا ان شاء الله الحلقه الجايه، برضو في حلقات ازاي تقي نفسك من انك تقع في ازمه نفسيه نتيجه علاقه عاطفيه غلط. عن اذنكم.